ونبدأه بالقضية الفلسطينية. في موقف يعكس تشبث شباب الجزائر بنصرة القضية الفلسطينية، رفض الشاب الجزائري حمزة بن دلاج البالغ من العمر 24 عاما مساندة الكيان الصهيوني الذي استنجد به لتحصين ما تبقى من المواقع الإلكترونية الصهيونية التي تعرضت للهجوم مؤخرا، وذلك مقابل الإفراج عنه من سجون الانتربول بتهمة اختراق مواقع أمريكية حساسة. ثمنت حركة الجهاد الإسلامي إحدى حركات المقاومة في فلسطين المحتلة موقف الشاب الجزائري حمزة بن دلاج البالغ من العمر 24 عاما الذي رفض مساعدة الكيان الإسرائيلي. وأشاد مسؤول في الحركة في بيان وصل نوميديا نيوز بهذا الشاب الذي وصفته بالحر الأصيل والذي آثر البقاء خلف القضبان على الحرية لقاء خدمة الصهاينة، مثمنا موقفه النابض من وعي الشعب الجزائري الشقيق الذي ناضل الاحتلال الفرنسي عقودا طويلة بتحد وثبات لاستعادة أرضه ونيل حريته. حركة الجهاد الإسلامي وفقا لتصريحات المسؤول طالبت شباب الأمة العربية والإسلامية التأسي بأخلاق هذا البطل الكبير الذي يستحضر فينا شخصية أسد الله الصحابي الجليل حمزة بن عبد المطلب التي نستلهم منها الشجاعة والإقدام والتحدي. كما حيت الحركة البطل بن دلاج وزملائه الذين شاركوا في مهاجمة المواقع الصهيونية على الإنترنت كخطوة إسنادية لكفاح الشعب الفلسطيني وجهاده ونصرة لقضية الأسرى بحسب نص البيان.